بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. الله يسهل عليكم يا رب ويوفقكم، وان شاء الله تطلعون احسن المعدلات. طبعا اكثر الاسئله اللي تتكرر عندي بالقناه التليجرام هي الاسئله، يعني تقريبا جمعت كلية 20 سؤال، وطبعا انا من يوم 10 بالشهر 10/5 كتبت هاي الاسئله، بس ما صح لي مجال لان عندي امتحانات عملي وما سجلتهن ولا سجلت فيديو. فاليوم صح لي عمل ان شاء الله راح اصور هاي الفيديو. الاسئله اللي اكثر شيء تكرر هي اول السؤال الاول، يقول لك كم المده بين امتحانات الدور الاول والدور الثاني. طبعا هذا الاكثر شيء هو مكرر السؤال، يعني ايش قد المده بين الدور الاول والدور الثاني. يعني بالنسبه لهذا السؤال السنين اللي مضت كان بين الدور الاول والدور الثاني من 30 الى 40 يوم. هاي المده المحدده اكثر شيء من 30 الى 40 يوم، يعني حسب وزاره التربيه تريد، لانه هاي السنه راح يصير الدوام 1/9، فيجوز راح يخلونه 20 يوم 25 يوم ما معلوم، بس انت من يوم 25 يعني من 25 يوم الى 40 يوم عندك هاي الفتره بين الدور الاول والدور الثاني. هاي بالنسبه للسؤال الاول. عندك السؤال الثاني، شنو رايك بمراجعتين، يعني بمراجعه ماده باليوم؟ يعني عندك مادتين وتراجعهن اثنيناتهم بيوم واحد. طبعا اذا انت عندك امكانيه انه تدرس ماده الصبح تراجعها وماده بعد الظهر الى حد المغرب، شيء طبيعي. انا كنت اسوي هاي الحاله انه اراجع ماده الصبح، يعني اخلي مادتين باليوم مراجعه، وقت المراجعه اخلي مادتين. كنت اراجع الصبح فتره الصبح، يعني من 4 او من 5 الى الساعه 12، وبعد 3 العصر الى 9 بالليل الماده الاخرى. اذا تقدر على هذا الشيء انت بالعكس هاي تستفاد اكثر، الايام تزيد عندك، الاوقات تزيد عندك، الماده تقل. اما اذا ما تقدر لا، ابقى على ماده واحده وخلاص. اما السؤال الثالث، يعني مراجعه واحده اقدر اجيب معدل؟ يعني هذا الشرط انه مراجعه واحده انا اقدر اجيب معدل؟ هي مو شرط الا مراجعتين ثلاثه الطالب يجيب معدل، لا بالعكس. اكو طلاب اصلا ما كملت مراجعه وجابت معدلات، وللعلم اكو طلاب ويانا يعني سالوا وقالوا انا ما كملت ماده، طبيت الامتحان وبس جيه معدلي بال90. يعني مو شرط. انت اهم شيء انه من تبدا تراجع الماده حاول تركز بالمراجعه الاولى، لان المراجعه الاولى هي تعتبر المرتكز الرئيسي يعني للمراجعه للمواد. فانت الافضل لك انه تركز بالمراجعه الاولى. اما اذا شايل هم انه لازم اراجع مراجعتين حتى اجيب معدل، هذا الشيء راح يتعبك. نراجع ونحس انفسنا ما مضبطين الماده. هذا السؤال الرابع يقول نراجع ونحس انفسنا ما مضبطين. هذا شيء طبيعي عند كل الطلاب. ما تروح على اي طالب، من طالب الابتدائي الى طالب الجامعي يقول له انا اقرا الماده بس انسى، كلها نفس الشيء. هاي الشيء طبيعي انه يصير عندك يعني تشتت بالمعلومات وتظل خايف، بس من طب الامتحان ان شاء الله تترتب المعلومات وترجع لك. اما السؤال الخامس، محمد اذا ابلش مراجعه يوم، طبعا هذا اللي قلت لكم انا متاخر برد الاسئله. هذا واحد سال وقت قال محمد اذا بلش مراجعه يوم 10/5 عادي، لين احس جدولي افضل يعني بهذا اليوم. يعني يقول انا بهذا اليوم اقدر اكمل النقصات عندي بيوم 10/5. طبعا تقدر. ليش تقدر؟ لان عندك 40 يوم. اذا من 10/5 الى 21/6 هاي عندك 40 يوم. فتره ال 40 يوم انت تقدر اصلا كانت قبل 40 يوم مراجعه واحده تخلص الماده وتطلع. فانت اذا اللي سال هذا السؤال تقدر، اذا سويت لك جدول من 10/6 الى 10/5 الى 21/6 انت ب 40 يوم تقدر تراجع المواد. اما السؤال السادس، عندك مراجعه. هنا سؤال سالوا قالوا مراجعه الفيزياء والكيمياء، هل ابدي بالكلاميات بعدين المسائل؟ لا، انا ما انصح هذا الشيء انه تقرا الكلاميات بعدين المسائل، لا بالعكس. اخذ الفصل بالترتيب، يجيك حفظ ادرس حفظ، يجيك مسائل ادرس مسائل. ابد لا تعوف مسائل مثل درست الفصل الاول كامل كلاميات بعدين ترجع المسائل، لا، هاي يصير عندك خربطه وتشتت بالافكار. فحاول انك تراجع الماده بالكامل. شي يجيك حسب ترتيب المنهج. ترى اللي يخلى المنهج بروفيسور ويفتهم ويعرف شو مخلي بالمنهج. يعني انت عندك خليت حفظيات بعدين جاك مسائل بعدين حفظيات مسائل، يعني عارف انه شيء مرتبط بشيء. فحاول انه تبدا الفصل شيء يجي قدامك راجع. اما بالنسبه للسؤال السابع، ننصح بحذف يعني يقول ننصح نحذف مواقع التواصل الاجتماعي في هالفتره. طبعا هاي الشيء يخصك انت. يعني اذا انت تشوف نفسك ما تقدر
يعني تشد على نفسك او ما تقدر تصبر، حاول تحذف وبس هاي الفترة اللي تعدي وان شاء الله يرجع كل شيء طبيعي. السؤال الثامن: هل اكو طلاب راجعت مرة واحدة وحصلت معدل؟ اكو كثير طلاب راجعت مراجعة واحدة وحصلوا معدل. هم يخلص السادس شيء اكيد يخلص السادس. اما يقول لك الاغلاط البسيطة اللي يتنقص عليها الدرجة شلون يعني اتلافاها؟ طبعا هاي الاغلاط البسيطة عندك البوينتات، الكسريات، يعني شلون الكسر اللي يطلع بالبوينتات، فحاول انك تضبطها لانه الكيمياء والفيزياء تعتمد على هالاشياء. سؤال 11: الوزاريات كثير شلون ندرسهن؟ يعني الوزاريات يقولون اكو طلاب يقولون الوزاريات كثير علي بس ما اقدر، شلون انا اقدر ادرس وما عندي وقت؟ انصحك تدرس من سنه 2015 او اذا فد مره ما تقدر عندك وقت ادرس اخر 4 سنوات، سنه يعني 2018 19 20 وتدرسهن سنة آخر 4 سنوات عندكم، أو من إذا عندك وقت وتقدر تدرس، لا والله أدرس من سنة 2015 كل المواد، ما عليك أي كلام، كل المواد، لأنه أكثر الأسئلة المكررة من سنة 2015 فما فوق. هذه بالنسبة لسؤال 11. أما سؤال 12 يقول أريد أحب الكتاب، شلون تحب الكتاب؟ صراحة الكتاب أحبه، شلون تحبه؟ سؤال 13 يقول حسب وجهة نظرك شلون راح تكون أسئلة وزارة 2023؟ يقول حسب وجهة نظرك شلون الأسئلة راح تكون 2023؟ شيء أكيد راح تكون نفس نمط 2022 و2021 لأنه نفس الحذوفات. سؤال 14: إثرائيات الرياضيات كلام فارغ أو مهم؟ يعني يقول الإثرائيات مال الرياضيات هل كلام فارغ لو مهم؟ لا بالعكس، الإثرائيات راح تتعبك، حاول تبتعد عنها، ادرس كتاب ومنهج وزاريات، لا تدرس غير الرياضيات، ادرس كتاب زائد وزاريات، غير لا تدرس، اثرائي لا تدرس. سؤال 15: الكلمة يقول لي وجه لي كلمة للعايد السنة الثالثة. طبعا انت راح تعرف نفسك عايد السنة يعني صف واحد وتظل تعيد بيه، ما يصير عندك ملل، حاول تشد نفسك على هاي السنة وتعبر تخلص من هذا الشيء. طبعا تعبنا الولد عدي جاي يصور مشكور منه. سؤال 16 عندنا يقول سوي لنا واهس، واحد طلب يقول سوي لنا واهس يعني صور فيديو عن تحفيز، وانا اريد احد يحفزني لان ما قاعد ادرس واسخن. سؤال 17 يقول المعاني المو حفظ بالاسلاميه نقراها لو لا تقراها؟ المعاني بالاسلاميه اللي مو للحفظ لا تحفظها ولا تدرسها ولا تجي عليها، بس اللي مطلوبات للحفظ ادرسهم. اما السؤال 18: اسئله الدور الثاني اصعب من اسئله الدور الاول لو اسهل؟ لا بالعكس، نفس الشيء، نفس النمط الوزاري، قلت لكم ادرسوا من سنه 2015 الى اخر سنه اللي امتحنا بها 2022 راح تشوفوا الاسئله كلش سهله. سؤال 19: طلاب التحميل يحق لهم دور ثاني؟ اي يحق لهم دور ثاني، طلاب اللي يحملون ماده اللي محملين مواد يحق لهم يمتحنون الدور الاول والدور الثاني. السؤال 20: عندك شلون واحد ينتحر ويخلص من الحياه؟ هذا واحد كتب شلون واحد ينتحر ويخلص من الحياه. انت اكثر شيء عندك داخل بسادس، هو السادس شيء انتحار، لا اشياء وياكم شوفوا هذا الاشياء خلونا ببالكم ولا تفكرون بهيج امور، وحاول تكون هادئ. وبالنسبه لهاي الامور ترى كل الطلاب تمر بفتره صعبه وفتره يعني بحال نفسيه وضغط دراسه ويجوز ضغط عائله ويجوز ضغط مشاكل بيت او ضغط خارج البيت، يعني اشياء وهو قاعد يدرس، فراح صحيح راح شويه الحياه تصير عندك صعبه وتقول اني ما راح اطلع معدل اني كذا. لا تفكرون بهذه الامور والله يوفقكم ان شاء الله، وان شاء الله تطلعون المعدلات وتفرحون بمعدلاتكم. وهاي الاسئله اللي اني حاولت ان اشاركها، طبعا 20 سؤال ما اريد اطول الفيديو عليكم، وبالتوفيق يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طلاب، شلونكم؟ عساكم بخير ان شاء الله، رب يوفقكم. طبعا يا جماعه السؤال الاول كم المده بين امتحانات الدور الاول والدور الثاني؟ هذا اكثر سؤال اشوفه مكرر. لا